السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في قصة حصلت امبارح أو أول امبارح تقريبا في مصر على المحور. شاب كويتي راكب سيارة، يعني طبعا سيارة فارهة، هي جمرك، وكان مخمور وخبط في عربيات كتير، وبعدين استوقفوه بقى طبعا الرجال الامن يعني، واتاخد، ودلوقتي هو اكيد قيد التحقيق. يعني الموضوع حساس شويتين، ودايما المشاكل اللي بين مصر او يعني افراد من مصر واشخاص من الكويت، دايما احنا شفنا كتير وكذا مرة قصص زي دي يعني، وبتكون حساسة شوية، خصوصا حساسة بالنسبة لي ان اطلع اتكلم في الموضوع ده، لان انا اوريدي مقيم بالكويت يعني. بس انا مش هتكلم على القصة، هي قصة دلوقتي في ايد رجال الامن، وهم ليهم كل الحق في التصرف يعني. لكن انا عايز اتكلم على السوشيال ميديا اللي طلعت تتكلم عن الموضوع ده، لان في دوشة كبيرة على الحدوتة. مبدئيا بس انا عايز اقول لكم، انا قاعد في الكويت بقالي تقريبا 11 سنة، اعتبر نفسي يعني جزء من البلد دي. وطبعا ده لا يمنع ابدا اني مصري وافتخر، لكن انا حابب اقول انا عايش في وسط الناس دي بقالي 11 سنة، ما شفتش منهم غير كل خير، ادب، احترام. فانت مؤدب فالناس دي مؤدبة، انت مش مؤدب فاكيد هتاخد عقابك بالقانون يعني. بالنسبة بقى ده بقوله بالنسبة للسوشيال ميديا المصرية. بالنسبة للسوشيال ميديا الكويتية اللي انا بقالي كام يوم شايف، طب هو ليه، وهم ليه الناس يضربوه، وليه الناس مش عارف ايه، وفي بعض الناس كمان انه لا ومش من حقهم ياخدوه. لا يعني انا اولا زي تاني هعيد، انا عايش هنا بالكويت وشفت كتير جدا مشاكل لمصريين، طالما بيعدي حدوده لا بيتحاسب. اللي بيتمسك في مخدرات بيعاقب داخل البلد، اللي بيتمسك مخالف حتى بس في اقامته بيروح بره البلد، وده محدش يقدر يقول عليه غلط. يعني ما عمري ما شفت مصري طلع دافع عن غلط. وكذلك ما ينفعش ابدا كويتي او الكويتيين يعني شايفين الغلط، والغلط واضح في فيديو واضح جدا جدا جدا، ومعروف ان الراجل ده اخطأ، وان هم يدافعوا عنه كغلط. الناس اللي هو على فكرة برضو ما فيش ناس ضربوه قوي يعني، هو بس كان في هي غل ونار من الناس اللي عربياتها بتتخبط دي. ولكن احنا شفنا مجرد ما النقيب اللي موجود فتح الازاز او كسر الازاز وفتح العربية يعني عليه، هو في واحد تاني كان امين شرطة واقف ورا منه، هو استوقف الناس علشان ما حدش يتعدى حدود ولا يتخطى الادب معاه، خصوصا لما عرفوا ان هو من بره مصر، خصوصا لما عرفوا ان هو مش مصري. فلا حد تخطى الادب معاه ولا حد تعدى حدود الادب معاه. هو دلوقتي قيد التحقيق مع الشرطة، هم يشوفوا الاصح واللي مناسب لقانون البلد ويتعمل معاه، وده ما يزعلش حد، يعرف الحق. ده اللي كنت حابب اتكلمه في الموضوع ده، هو ده بس اللي كنت حابب اتكلم فيه في الموضوع ده، لان زي ما قلت الموضوع حساس شويتين. ويا جماعة الخير بلاش يعني نحط بقى ايه السم في الموضوع، هي العملية مش ناقصة. الكويت ومصر، مصريين قد كده في الكويت شغل واكل عيش، كويتيين كتير جدا في مصر عشان دراسة. فيعني دي علاقة لن تنتهي وعمرها ما هتنتهي علشان خاطر واحد مثلا سكران ولا عمل مش عارف ايه، ولا واحد مصري في الكويت برضو غلطان وعمل ايه. كلها في ايد الداخلية والقانون. لكن العلاقات اللي بين الكويتيين والمصريين ستظل الى يوم يبعثون. هو ده كل اللي كنت حابب اقوله، ولو عجبنا الفيديو يا ريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلنا كل جديد، واشوفكم على خير.